اخواني اخواتي السلام عليكم، جمعة مباركة. الله يخليكم. هذا واحد تحديث سريع على الاسعار المرتقبة ديال البيتكوين بالنسبة للساعات المقبلة ان شاء الله، يعني تقريبا الاربع ساعات المقبلة. معنا الان الفريم ديال الاربع ساعات بالنسبه للبيتكوين. اخواني اخواتي، يعني من بعد هذا الصعود اللي كان قوي، كان عندنا هنا واحد التصحيح تقريبا ديال $1000. شيء ايضا تكلمنا عليه، كان عندنا واحد الترند تصاعدي والان كسرناه كما لاحظتوا يعني قبل يومين، والان كنحاولوا نعاود نتيستيو ونطلعوا فوق هذا الترند. هذا شيء مهم خاصنا ايضا نردوا له البال. هو اخواني اخواتي اقوى سعر تقريبا وصلنا ليه هو هذه المنطقه ديال 21000 تقريبا، 21500 ما كاملاش. 21500 هي المنطقه اللي وصلنا لها في الحادثه ديال اف تي اكس، يعني هي اللي قاسها ومن بعد نزل. كانت محاوله الاختراق كما كتشوف كانت فاشله، مع الاسف، ولكن كما كتشوفوا من بعد حاجه طبيعيه. من بعد الملامسه فكان النزول قوي، كان تقريبا عندنا واحد التصحيح ديال $1000، ماشي بزاف. حنا اخواني اخواتي كنا تنتكلموا دائما على منطقه ديال 19895 دولار حتى لمنطقه $20000 و$100. هاد المنطقه هذه راه كان فيها واحد الكيب تكلمنا عليها. الا مشيتي اخواني قبل يومين درت واحد الفيديو، هو هذا الفيديو هذا. كانت هنا واحد الكيب عندنا هنايا، راه هنا شرحتها بالتفصيل. ما عليناش نكملوا في الفريم ديالنا على الاربع ساعات. اخواني اخواتي كما كتلاحظوا الان فاحنا كنتريديو هوريزونتال. اليوم الجمعه يعني مهم بالنسبه للاغلاق باش نشوفوا ان شاء الله كيفاش نتريديو في عطله اخر الاسبوع. الان شفنا الاربع ساعات، نمشيو الان نشوفوا الفريم ديال الساعه. اخواني اخواتي البارح تكلمنا عليها ايضا في التليجرام. شنو كان عندنا؟ كان تشكل عندنا واحد الباترن هنايا، واحد الدبليو باترن كما كتلاحظوا. هذا هو اللي تكلمنا عليه. يعني كان عندنا ترقب، كنا وصلنا تقريبا لهذه المنطقه، ومن بعد تحدثنا في التليجرام. الفيديو راه صيفطت لكم وقلت لكم راه ربما يتشكل عندنا واحد دبليو باترن. والان اخواني اخواتي شنو كتلاحظوا؟ يعني الان عندنا هذا الترند التصاعدي كمقاومه. هذا هو الهدف ديالنا باننا محاوله الاختراق. ولكن اخواني اخواتي انا بالنسبه لي يعني للساعات القادمه كما كتلاحظوا، فايضا الان الا لاحظتوا على الفريم ديال الساعه كيتشكل عندنا تقريبا واحد الام باترن، ياك؟ يعني الى جنا تقريبا هنايا قصنا انا تيبان لي المنطقه اللي نقدروا يعني نستهدفوها هي منطقه $20000 و730 حتى $20000 و670. اخواني اخواتي الى وصلنا لهذه المنطقه هذه، يعني الى كان عندنا تاكد عندنا هذا الدبل توب وكان عندنا النزول لهذه المنطقه ديال اللي قلنا $20700 تقريبا، يعني لا داونا عاوتاني هوريزونتال ساعتين، ربما تكون عندنا ايضا محاوله اخرى الى الاعلى للاختراق. ولكن اخواني اخواتي هذا فقط اللي تنقول يعني بالنسبه لي اليوم. انا بالنسبه لي يعني بالنسبه للاثنين ما بغيتش نستبق الاحداث، ولكن بحال اللي قلنا راه مازال عندنا واحد الجيب هنايا في منطقه $20000 وتقريبا 100. اخواني اخواتي كاين واحد الاوردر اللي شراء 1200 بيتكوين، يعني 1200 بيتكوين باغا تشرى. يعني راك عارف صانع السوق فين كيمشي، غادي يمشي يدخل الصريف يدخلوا للسوق، فهذا شيء طبيعي. ولكن اخواني اخواتي حنا نمشيو فقط يعني البيتكوين الان كما كتلاحظوا الفولاتيليتي ديالو ولات عاليه. الى قارناها بالاسبوع يعني اللي قبل ما نشهدوا هذا الصعود هذا، كانت الفولاتيليتي بعض الخطرات كاين نهارات اللي كيكون يعني الفولوم تقريبا عندنا تقريبا 40 حتى $100، يعني ما كانش الفولاتيليتي عاليه. ولكن الان اخواني اخواتي كما كتلاحظوا فالفولاتيليتي غدا وكتكبر. هذا كيعطينا الفرصه ايضا باش التريد ديالنا يكون مزيان. انا فقط بغيت اخواني اخواتي ناكد لكم بان ايضا على الفريم ديال الساعه انك تردوا لها البال. يقدر الان عندنا تقريبا تشكل واحد الام باترن،
أنا بالنسبة لي يقدر يكون النزول هنا إلى الأسفل، عطيتكم تقريبًا المنطقة شحال يقدر ينزل، يعني بالنسبة ليا 20,730$ حتى ل20,670$ تقريبًا ينزلها، ومن بعد نبقاو horizontal، ومن بعد نشوفوا إن شاء الله افتتاح الأسواق التقليدية إخواني أخواتي كالعادة، ونشوفوا تقدر تعطينا واحد الزخم اليوم الجمعة، ويقدروا يبغيو يديروا لنا واحد النشاط إن شاء الله. إخواني أخواتي، هذا فقط الرأي ديالي. حنا كنا بحال بحال، أنا عطيت فقط الرأي ديالي، الله يجازيكم بخير، يقدر يكون صحيح يقدر يكون غلط، الكمال على الله. شكرًا، مع السلامة.